وخاصة الزميل عبد الكريم، يعني نتمنى من رؤساء الأندية أنفسهم، يعني أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء، أنهم يتيحون الفرصة مثل ما حاصل في الإمارات، مثل ما حاصل في بعض الدول الأخرى، أنهم يتيحون الفرصة لغيرهم، حتى نعطي حتى أريحية أكثر للرئيس العام من دون إحراج له، بحكم خلينا نتكلم على السن والاحترام الموجود بين أبناء الأسرة المالكة الكريمة، أنهم يتيحون فرصة على الأقل سنتين ثلاث، بلاش الموسم هذا واللي بعده، من الموسم اللي بعده مثلا. طيب. أنهم يتيحون الفرصة لغيرهم ممن يثقون فيهم من خلال ترشيحات أعضاء الشرف. طيب، معنا على الهاتف رئيس لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي الأستاذ أحمد صادق ذياب. مساء الخير أبو أصيل. أهلا وسهلا، كيف حالك عادل؟ وتحياتي صديقنا العزيز الأخ صالح والأستاذ عبد الكريم. تفضل. الحقيقة بس أنا سمعت جزء من الكلام اللي تفضلوا فيه الأخوان الأساتذة عندك. نعم. ولي إذا تسمح لي بس تعليق بسيط على الجزئيات. أول شيء طبعا إحنا كاتحاد السعودي لكرة القدم نؤكد إن حاجتين